السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا في هذا اللقاء الجديد وفي هذا الخبر والوارد من إقليم تارودانت. وفاة عون السلطة بعد سقوط سيارته في منحدر خطير. لقي عون السلطة مصرعه يوم الجمعة بعد سقوط سيارته التي كان يقودها بمنحدر خطير على مستوى قيادة تمالوكت، ليصاب بجروح وكسور خطيرة عجلت بوفاته على الفور. وحسب المعلومات المتوفرة، فالضحية الذي يبلغ عمره 30 سنة كان بصدد التوجه إلى المركز لقضاء أغراضه الشخصية وتنفيذ بعض من التزاماته المهنية، غير أن القدر عجل بوفاته بهذه الطريقة المؤسفة بعدما هوت به سيارته الخاصة وهي من نوع بيجو 205 بمنحدر على مستوى دوار بطل جان بجماعة أيت مخلوف. وفور علمها بالخبر حلت على عجل السلطات المحلية والدرك الملكي لتحرير محضر في الواقعة، فيما تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات لاستكمال باقي الإجراءات المعمول بها.